ونرجع بعد غياب للصين تاني في المركز التاسع مع أحد أقوى أفلام العصور القديمة، Crouching Tiger Hidden Dragon. الفيلم الصيني الحائز على 4 جوائز أوسكار. فيلم بيتكلم صيني فاز بأكتر من جايزة أوسكار، ومش 2 أو 3، 4 جوائز. إنجاز كبير الصراحة، ومن غير أي مناظر عري أو جنس، بس فيه تلميحات. والفيلم فاز ب 98 جايزة غير الأربعة أوسكار، وترشح ل 135 جايزة منهم 6 أوسكار. يعني الفيلم ده أبرز فيلم في سنة 2000 تقريبا. وده انعكس في الإيرادات كمان، بحيث إن الفيلم ميزانيته 17 مليون وعمل أكتر من 210 مليون دولار، أضعاف ميزانيته. ده كفاية لما أقول لك بأن أحد نجوم الأكشن في الصين ميشيل يو طلع دور البطولة فيه، اللي لسه شايفينها في حلقة أقوى أفلام في 2022 مع فيلم المركز الثاني. ده غير كمان شاركت في الفيلم الثاني. هو فاشل وفاز بجايزتين بس في 2016، بس يكفي من كتر نجاح الفيلم الأول عملوا له فيلم تاني. ده غير فيه مسلسل تلفزيوني بنفس الاسم. ولا المتألقة تشانغ زي اللي شفناها في فيلم هيرو وآخر فيلمين لجودزيلا وفيلمين راش آور مع جاكي شان، مش قليلة يعني. بس للأسف كعادة الأفلام الصينية ساعتها المبالغات. يعني شوف المنظر المستفز ده مثلا، ولا ده. هما هنا بيبقوا مربوطين بخيوط على فكرة، والسي جي آي أو المونتاج شالوا الخيوط دي. واللقطات المستفزة دي مش كتيرة قوي زي فيلم هيرو كده. فيلم هيرو كان عايم على المناظر دي، لكن هنا قليلة. وقصة الفيلم الأسطوري ده باختصار هو بأن المحاربة دي طلعت من عزلتها علشان توصل سيف تبع مقاتل أسطوري لبكين، لأن اللي ادالها السيف عايز يتقاعد ويريح، وفي نفس الوقت عايز ينتقم من اللي قتل معلمه. المهم بأن السيف هيتسرق من صاحبتنا في بكين، وفي ناس هتساعدها في استرجاعه تاني، وغالبا صاحبتنا دي سرقته أو ليها علاقة بالموضوع ده. مش عارف والله، الفيلم يتوه. وقتالات الفيلم ده أسطورية ويتضرب بيها المثل، بعيدا عن الأفوارة طبعا. بس ما زلت شايف ذا ريد الأفضل أو الأكثر واقعية. ولا انتوا ايه رأيكم؟